ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بألف خير. النهارده هعمل لكم كبات من غير دقيق ولا بيكنج باودر ولا فانيليا ولا اي مادة رافعة ولا مواد دهنية، جميلة جدا وهتعجبكم جدا، بس جربوها وقولي رأيكم فيها. اول حاجة هعمل معايا اجيب بيضتين. هفصل البياض عن الصفار، هشتغل بالبياض الاول وعليه ذرة ملح، وهضربهم ضرب كويس جدا كده بالمضرب الكهربائي لغاية لما ياخد فوم كده اسفنجي، زي الفوم يبقى فوم ابيض كده وجميل. هو ده الفوم المطلوب في المكونات. بعد كده هنزل عليهم بنص كوباية سكر بودر، بس هنزل حبة حبة عشان خاطر اخد قوام حلو للفوم، ويبدأ يعمل معايا قوام كريمي كده واخد شكل المنقار في الاخر، اللي بيبقى متعارف عليه في الكيكات. بس هبدأ اضرب كده نص كوباية واحدة واحدة لغاية لما اخلص معايا المكونات كلها بنفس الطريقة. بعد كده هنزل بقى بصفار البيضتين، بيضة صفار بيضة، وبعد كده هنزل بالتانية، وهبدأ اضرب برضو ضرب مستمر بنفس الطريقة ديت، ولغاية لما اخلص الضرب خالص. هبدأ بقى انزل معايا بالنشا، بس هوريكم الشكل اللي انا عايزاه، شكل المنقار اللي انا بقول لكم عليه، هو الشكل ده المطلوب اللي انا عايزاه في قلب الكيك. بعد كده هنزل عليهم بنص كوباية نشا، وده المكون الاساسي في الوصفة مكان الدقيق، وبيدي طعم حلو قوي للكبات. بس هبدأ انخله حبة حبة عشان خاطر ما اخرجش الهواء اللي موجود في الكيكة. ولو حطيتي المكونات كلها مرة واحدة النشا هيبدأ يهبط معاكي الكيكة في الفرن، فلازم ننزل حبة حبة وننخل. واهم خطوة برضو ما تخبطيش على البولة بتاعة الكيكة وانتي بتفضي بقية المكونات من قلب المضرب. هجيب بقى كبات، ممكن في الصينية ذات نفسها تدهنيها، او لو عندك كبات فوم زي ديت هتدهنيها سمنة او زبدة وتنزلي بالمكونات بتاعة الكيك في بنفس الطريقة. هدخلها فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقايق، وهطلعها هتبقى معايا بالشكل ده. وطعمها وريحتها بجد بجد عايزاكم تجربوها، لان اللي ما جربوهاش بجد فايته كتير. وعايزة لايك وشير للفيديو لو عجبكم الفيديو. باي باي.